السلام عليكم، انا محمود باشا وهنا داتا ساينس بالمصري. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم عن الكونفيوجن ماتريكس من البرفورمانس ماتريكس بتاعت الكلاسيفيكيشن، خاصه الباينري كلاسيفيكيشن. اول حاجه نتكلم عليها قبل اي حاجه الداتا سيت، هنتكلم عليها بسرعه جدا. الداتا سيت اللي احنا هنشتغل عليها هي الامنس داتا سيت. الامنس داتا سيت عباره عن صور لهاند ريتن ديجيتس من 0 لحد 9. هم عباره عن 70,000 صوره. كل صوره فيهم بتتكون من اري في 784 فاليو، 784 بيكسل، يعني الدايمنشنز بتاعت الصوره الواحده 28 في 28. احنا بنعمل هي الامنس داتا سيت اوبن سورس، فاحنا بنعمل لها فيتش باستخدام فيتش اوبن ام ال. الداتا سيت موجوده على طول في اس كيو ليرن، بنعمل لها فيتش ولود على طول، مش محتاجين حاجه. ولما بنيجي نعمل لود بنعمل لود للداتا اللي هي الصور، وبنعمل لود للتارجتس. التارجتس اللي هو اري، احنا قلنا ان هم 70,000 صوره، فالتارجتس هتبقى دي الاكشوال ليبلز. ده هيبقى اري فيه 70,000 فاليو، بتقول كل صوره في 70,000 صوره الليبل بتاعها ايه. يعني الصورة بتعبر عن رقم كام من 0 لحد 9. فاحنا عندنا الداتا سيت بيبقى شكلها كده، بيبقى عندنا 70,000 اري، كل اري فيهم 784 فاليو. اهو الداتا سيت 70,784. اول اري مثلا في ال 70,000 بيكون اهو عامل كده. الدايمنشن بتاعته 784، ويعني في 784 بيكسل. كل فاليو بتتراوح ما بين 0 ل 255. 0 ابيض، 255 اسود. فالصوره دي كده جري سكيل، كل صوره من صور الام اس داتا سيت هي جري سكيل. لو جبنا احنا هنا بصينا على اول صوره خالص في الداتا سيت اللي هي اكس اوف 0، لو جينا عملنا بلوت للصورة دي، عملنا لها ريشيب ل 28 في 28، هنعمل لها بلوت باستخدام ماتبلوتليب. هنعمل لها بلوت على انها باينري عشان خاطر هي يا اما ابيض يا اما اسود، زي ما احنا قلنا من 0 ل 255 جراي سكيل. الفانكشن دي تعمل بلوت لاي صورة، فهندي للفانكشن اول صورة في الداتا سيت اللي هي اكس اوف 0، هتروح جايه عامله لنا بلوت للصوره تطلع كده رقم 5. واحنا لو رحنا بصينا على الليبلز، الليبل بتاع الصوره اول صوره خالص هو رقم 5. فاحنا تمام كده. دي حاجات طبعا احنا كده كده متاكدين منها لما عملنا لود الداتا سيت، لان ده موجود في الديسكريبشن بتاع الداتا سيت. التارجت ليبلز، الاكشوال تارجت ليبلز اهي زي ما احنا شايفين، بتكون 70,000 فاليو، وجواها ال 70,000 فاليو جواها يا اما بتقول ان يعني مثلا ده اندكس زيرو، فهي بتقول ان الصورة رقم زيرو في الاري التاني اللي هو الاكس اللي هو اللي فيه الداتا، الليبل بتاعها 5، يعني هي رقم 5. الصورة اللي بعدها الليبل بتاعها زيرو، الصورة اللي بعدها الليبل بتاعها 4. احنا لو عايزين هنا نشوف في كل كلاس، احنا قلنا ان احنا عندنا 10 كلاسز من 0 لحد 9، قلنا ان هم كلهم 70,000 صورة. فلو عايزين نعرف كل كلاس فيه كام صورة، فيه كام فاليو، نقدر نعمل كده باستخدام نمباي. هنعمل كده باستخدام اليونيك فانكشن في نمباي، نروح جايين مدينها الاكشوال تارجت ليبلز، وترجع لنا اليونيك فاليوز والكاونتس بتاعتهم. قالت لنا انت عندك في التارجت ليبل ده كام يونيك فاليو؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وعدت كل يونيك فاليو فيهم من 0 6900 ل 1 7800 وكده. فاحنا طبعا زي ما احنا عارفين، انت لازم قبل ما تشتغل على الداتا سيت، قبل ما تعمل اي حاجه، قبل ما تعمل اي خطوه، لازم تروح جاي عامل ترين تيست سبليت عشان افويد الاوفر فيتنج. فده اللي احنا بنعمله هنا. احنا قسمنا الداتا للتريننج سيت وتيستنج سيت. هنا احنا بنعمل حاجه جديده. اللي احنا بنعمله هنا ان احنا بنموديل الداتا كباينري كلاسيفيكيشن. احنا اتفقنا ان هما الباينري كلاسيفيكيشن عباره عن ايه. الباينري كلاسيفيكيشن بيكون عباره عن اتنين كلاسز. عندك مثلا صور فيهم قطه يا كلب، فانت عندك اتنين كلاسز قطه وكلب. احنا عندنا هنا السيتويشن اللي احنا هنعمله ان احنا باينري كلاسيفيكيشن، عندنا الصوره يا اما يكون فيها رقم 5 يا اما ما يكونش فيها رقم 5. فده اللي احنا بنعمله هنا. بدل ما هي الكلاسز عندنا 10 لل10 ارقام، هيبقى عندنا 2 كلاسز بس، يا اما الصوره فيها رقم 5 يا اما ما فيهاش رقم 5. فاللي احنا بنعمله هنا ان احنا بنمسك الليبلز، الاري اللي فيه التارجت ليبلز،
وبنمسك واحده واحده، بنمسك فاليو فاليو جوه الاري، نشوف هل الفاليو دي 5. لو 5 بنروح جايين كاتبين ترو زي ما احنا شايفين هنا كده تحت، لو مش 5 بنروح جايين كاتبين فولس. فاحنا كده حولنا التارجت ليبلز لباينري كلاسيفيكيشن، بدل ما هي كانت مالتي كلاس كلاسيفيكيشن. كان في كلاسز كتيره، بقى عندنا اتنين كلاسز بس، ترو فولس. ترو بيعبر عن ان الصوره دي فعلا رقم 5، فولس يعني الصوره دي مش رقم 5. احنا اتكلمنا دلوقتي عن الداتا سيت، دلوقتي نتكلم عن الكلاسيفاير. الكلاسيفاير اللي احنا هنشتغل بيه هو الستوكاستيك جريدينت ديسنت. ايه هو الستوكاستيك جريدينت ديسنت؟ ده فيديو تاني نتكلم عليه في فيديو تاني. فاول حاجه احنا بنعمل ترين لستوكاستيك جريدينت ديسنت، بنديله التريننج داتا ل 60000 صوره، وبنديله الاكشوال ليبلز اري اللي احنا لسه عاملينه فوق، اللي هو فيه ترو فولس، بيقول لنا هل دي رقم 5 ولا دي مش رقم 5. بعد كده بنخلي الكلاسيفاير بتاعنا يعمل بريدكشن للتريننج داتا، وبيروح جاي مطلع لنا البريدكشن بتاعته. كده احنا بقى عندنا اتنين ليبلز اريز، في الاكشوال ليبلز في البريدكتد ليبلز. نبتدي بقى نعرف دلوقتي نحسب البرفورمانس بتاع الكلاسيفاير ده. الحته دي هي دي الكونفيوجن ماتريكس. الحته دي احنا بنشرح فيها يعني هو كونفيوجن ماتريكس. ايه هي بقى الكونفيوجن ماتريكس؟ الكونفيوجن، انت دلوقتي خلينا نمسك صوره، خلينا نمسك صوره واحده وبعد كده هنسكيل على باقي الحاجه. امسك مثلا صوره رقم 0 في الاري، اول صوره خالص اللي هي كانت 5 فعلا. الصوره دي ليها فاليو ليها فاليو بتعبر عنها في الاكشوال ليبلز، وليها فاليو بتعبر عنها في البريدكتد ليبلز. الفاليو اللي في الاكشوال ليبلز دي ممكن يا اما تبقى ترو يا اما تبقى فولس. الفاليو اللي في البريدكتد ليبلز ممكن يا اما تبقى ترو يا اما تبقى فولس. هي كده كده بيعبر عنها اتنين فاليوز، ليها فاليو في الاكشوال وليها فاليو في البريدكت. الكونفيوجن ماتريكس بتحسب لك في كام كومباينيشن موجود بيعبر عن الحكايات دي. يعني ايه؟ يعني اول صورة دي ممكن يبقى الفاليو اللي في الاكشوال ليبلز يا اما ممكن يبقى ترو، والفاليو اللي في البريدكتد ليبلز ترو. ممكن يبقى الفاليو اللي في الاكشوال ليبلز فولس، والفاليو اللي في البريدكتد ليبلز فولس. ممكن يبقى الفاليو اللي في الاكشوال ليبلز بترو والفاليو اللي في البريدكتد ليبلز بفولس، وممكن تبقى الفاليو اللي في الاكشوال ليبلز بفولس والفاليو في البريدكتد ليبلز بترو. يعني كده احنا عندنا 4 اوبشنز، الاربعه اوبشنز ملخصين هنا هم. الاوبشن الاولاني ترو ترو، الاوبشن الثاني فولس فولس، الاوبشن الثالث ترو فولس. احنا والاوبشن اللي بعده فولس ترو. احنا هنا ترو فولس اللي هو ترو ان هي البريدكتد هو اللي بترو، والاكشوال بفولس. اللي بعدها البريدكتد بفولس والاكشوال بترو. هي دي بقى يا باشا الكونفيوجن ماتريكس. انت طبعا احنا قلنا ان احنا هناخد كمثال اول صوره في الداتا سيت كلها. فاول صوره دي هيبقى ليها، احنا عارفين ان اول صوره دي هتاخد ترو ترو، لان احنا عارفين ان هي في الاكشوال ليبلز بترو، هي فعلا ب5. عارفين ان هي يعني احنا لو رحنا بصينا في بريدكتد ليبلز، تعالى نبص فين، تعالى ممكن نطلع نشوف هنا كده، هي طالعه هنا اصلا يعني مش محتاجه انا اعمل لها برنت. هي البريدكشن زي اول واحده طالعه بترو، فهي اول فاليو دي بترو ترو. هتعمل ايه؟ بيعمل ايه بقى الكونفيوجن ماتريكس؟ الكونفيوجن ماتريكس بتروح جايه في الفاريبل اللي اسمه ترو ترو ده اهو اللي هنا ده، فجاه مزوده واحد. فالكونفيوجن ماتريكس بتعد لك في كام ترو ترو، في كام فولس فولس، في كام ترو فولس، في كام فولس ترو. اساميهم العلميه مش ترو ترو فولس فولس والحاجات دي، اساميهم العلميه الترو ترو اسمها ترو بوزيتيف. ترو بوزيتيف يعني الاكشوال ليبل بتاعها بوزيتيف، والبريدكتد ليبل بتاعها بوزيتيف. الاكشوال ليبل بيقول هي فعلا 5، والبريدكتد ليبل عمل بريدكشن ان هي ب5. ايه الفولس فولس؟ اسمها العلمي ترو نيجاتيف، ان هي الاكشوال ليبل بتاعها مش 5 واحنا عملنا لها بريدكشن ان هي مش 5 فعلا. ايه الحاجات التانية بقى اللي بيطلع فيها ايرورز؟ اللي هي الفولس نيجاتيف والفولس بوزيتيف. فاحنا لو رجعنا هنا تاني احنا بنعمل، انا عامل هنا كونفيوجن ماتريكس. كونفيوجن ماتريكس لو نزلنا تحت موجوده على طول في اس كيو ليرن، بتعمل لها امبورت وبتديها الاكشوال ليبلز والبريدكتد ليبلز، وهي بتروح جايه مطلعها على طول الكونفيوجن ماتريكس. انا عامل الحته دي عشان هنفهم هي ايه الكونفيوجن ماتريكس. فاحنا دي كلها لوجيكال اوبريشنز، احنا قادر انا اعمل الفاريبلز دي منها.
بنروح جايين عاملين بيعد لنا الاند اوبريتور ده محتاج يكون دي بترو ودي بترو، وبيعد لنا كم مره الاثنين بترو مع بعض. فهمني، مع بعض الاثنين بترو مع بعض. ودي كم مره الاثنين بفولس مع بعض، بيروح جاي مزود هنا. ودي كم مره دي بترو ودي بفولس، عشان لما نيجي نعكسها تبقى بترو، فترو ان ترو هتطلع لنا ترو. ودي كم مره الفولس ترو، كم مره البريدكشن بفولس، فلما تيجي تعكسها بالعلامه اللي قبلها دي النيجيشن هتبقى كلها كده بترو. تروح اعمل لها اند مع حاجه هنا ترو، تروح جاي مطلع لنا الفولس ترو. فتروح جاي مطلع لنا ده كله بترو، فتروح جايه مجمع واحد كمان فولس ترو. ما تخلينيش اتوهكم، هي اسمها كونفيوجن ماتريكس، ما تخليناش نجيت كونفيوزد معاها. اللي احنا عايزين نفهمه ان الكونفيوجن ماتريكس بتعد لنا الاربعه كيسز اللي احنا لسه متكلمين عليهم دول. والاربعه كيسز دول بيستخدموا بقى في الماتريكس الحقيقيه، بيستخدموا في الريكول، بيستخدموا في البرسيجن، بيستخدموا الكونفيوجن ماتريكس نفسها. انت تبص عليها لما تيجي تبص على البرفورمانس ميجرز بتاعت الكلاسيفاير بتاعتك، بص على الكونفيوجن ماتريكس نفسها. بس الكونفيوجن ماتريكس ككونفيوجن ماتريكس والحاجات اللي احنا مطلعينها دي اللي هي ترو بوزيتيف ترو نيجاتيف فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف، دي بتستخدم في الماتريكس الثانيه، في مبني عليها الماتريكس الثانيه اللي هي الريكول، بريسيجن، اف 1 سكور، الار او سي والاي يو سي. الحاجات دي كلها هتكلم عليها في فيديوز ثانيه، دي كلها مبنيه على الكونفيوجن ماتريكس. فاحنا كده فهمنا ايه هي الكونفيوجن ماتريكس. عندك يا باشا في الروز بتكون الاكشوال ليبلز، وعندك في الكولوم بتكون بريدكتد ليبلز. هنا لو جينا هنا احنا بصينا هنا معكوسه، يعني انا مديها ايه بقى اللي معكوس؟ انا مديله قلت له اكتب الفولس الاول. انت لو جيت هنا هتلاقيه كاتب البوزيتيف الاول، احنا عندنا كاتبين النيجاتيف الاول. فالنيجاتيف عندنا اللي هي دي، ده الدياجونال، ده اللي ما فيهوش ايرور، ده ما بيبقاش فيه ايرور، ده اللي هو ترو نيجاتيف اللي هو فولس فولس، احنا عملنا له بريدكشن بفولس وهو في الحقيقه فولس. وده الترو ترو اللي هو الترو بوزيتيف، ده اللي احنا عملنا له بريدكشن بترو وهو في الحقيقه ترو. جيت بصيت هنا ال 52,000 ده اهو اللي هو الترو نيجاتيف، ده هما الاثنين متوافقين مع بعض، الاكشوال بريدكشن الاثنين متوافقين مع بعض، عملنا بريدكشن صح. ولو جيت بصيت على الرقم ده هنا هتلاقي الاكشوال والبريدكتد هما الاثنين متوافقين مع بعض، احنا عملنا بريدكشن صح، احنا قدرنا نوصل للاكشوال. الاثنين دول بقى اللي بيبقى فيهم الايرورز. الايرورز عباره عن ان احنا عملنا بريدكشن غلط، هي يا اما في الحقيقه هي ترو احنا قلنا انها فولس، او يا اما هي في الحقيقه فولس احنا قلنا ان هي ترو. فانت عندك هنا الكونفيوجن ماتريكس بتروح جايه طالع على طول. لو جيت انت تعمل دايما بيتعمل بلوت للكونفيوجن ماتريكس، بس هنا الليبلز متغيره. احنا بس عندنا هنا الدنيا مكتوبة غلط، يعني احنا عندنا هنا الليبل انها 5، ده المفروض ما يكونش مكتوب كده. فاحنا ممكن عامة نعدل بس الليبلز، هو بيتعمل على طول بلوت للكونفيوجن ماتريكس. فهي الكونفيوجن ماتريكس بيكون شكلها كده، دي الحاجات اللي هي الترو نيجاتيفز ودي الترو بوزيتيفز. عايز تقلبها عادي ممكن تقلبها، عايز تخليها هنا زي الجراف ده عادي ممكن نخليها هي كانت موجودة كده أصلا، بدل ما أنت تكتب هنا هتروح كاتب هنا ترو عشان يكتب لك الترو الأول بس. يعني الموضوع ما فيهوش أوي مشاكل أوي. تروح جاي هنا كده، تروح جاية مقلوبة معاك. يبقى افتكر بس تغير الليبلز بتاعة الجراف. وهنا دي اللي هي الترو بوزيتيفز، وعندك هنا ترو نيجاتيفز، دي بقى الحاجات اللي فيها ايرورز. يعني انت لو عندك بيرفكت كلاسيفاير هيبقى الكونفيوجن ماتريكس عامله بتاعته عامله كده. الحاجات اللي فيها ايرورز بتكون زيرو. كل اللي عندك الحاجات اللي معدوده، الحاجات اللي ليها عدد اللي هي اكزيستنت هي الحاجات اللي كلاسيفايد صح. لو هي نيجاتيف احنا عملنا لها كلاسيفيكيشن نيجاتيف، لو هي بوزيتيف احنا عملنا لها كلاسيفيكيشن بوزيتيف. الكونفيوجن ماتريكس احنا اتكلمنا عليها دلوقتي في حدود الباينري كلاسيفيكيشن. هي برضو مش موجودة بس في الباينري كلاسيفيكيشن، موجودة في الكلاسيفيكيشن كله. يعني احنا لو جينا هنا دلوقتي وجبنا الكونفيوجن ماتريكس بتاعه الداتا سيت بقى كلها، بدل ما احنا كنا عاملينها باينري كلاسيفيكيشن هتبقى شكلها زي كده. عندنا الفاليوز من 0 لحد 9، دي الترو ليبلز دي البريدكتد ليبلز. يعني لو جينا مسكنا رو الزيروهات وبصينا عليه، رو الزيروهات ان هي الصورة في الحقيقة
بتكون زيرو، واحنا عملنا لها بريدكشن ان هي زيرو. 5363 ان الصورة في الحقيقة بتكون زيرو، واحنا عملنا لها بريدكشن ان هي واحد، مفيش ولا صورة كده. ان الصورة في الحقيقة زيرو، واحنا عملنا لها بريدكشن ان هي اتنين، في 40 صورة كده. فده بيديك انسايتس حلوة جدا ان انت الموديل بتاعك اتلخبط بين الارقام ازاي، اتلخبط بين ايه وايه، عشان تعرف انت ايه محتاج تشتغل عليه. احنا لو طلعنا هنا فوق تاني حاجة زي ده نتكلم عليها، ان ده الفاليو كاونت بتاع البريدكشنز. يعني انت لو جيت هنا على البريدكشنز، لو جيت جمعت الاتنين دول وجمعت الاتنين دول، هتلاقي يعني انت هنا تجمع البوزيتيف هتلاقي مجموع البوزيتيف هو الترو ده، لو جيت هنا جمعت النيجاتيف هتلاقي مجموع النيجاتيف اللي هو الفولس ده. ونفس الفكرة في الحاجات الحقيقية، ان انت في الروز هنا لو جيت جمعت الحاجات البوزيتيفز هتلاقي هي الترو دي، لو جيت جمعت الحاجات النيجاتيفز هتلاقي هي الفولس دي. النوت بوك موجودة اونلاين، انت ممكن تشوفها وتبص عليها وتجمع حاجات مع نفسك وتفهم اكتر. الكونفيوجن ماتريكس هي اسمها كونفيوجن ماتريكس، بس دونت جيت كونفيوزد. انا محمود باشا، وهنا داتا ساينس بالمصري.